يا مساء الفل عليكم. تعالوا بقى نعمل كده شويه غدا رايق ما يتزهقش منه بجد. معايا هنا في الكبه حطيت فيها بصل، وهحط كمان جزر وفلفل حامي وفلفل عادي، وكمان توم وطماطمايه، وهنضرب كل الكلام ده كده حلو مع بعضه في الكبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تقطعيهم على ايديك عادي برضه، هيبقى دي طعم احسن. هنجيب بقى ايه معايا، حله وصينيه او صينيتين عادي براحتك، وهحط فيهم واحده ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وتوابل 10 وورق لورا وحبهان. هحط في الاتنين زي بعض تماما، وهحط بس في واحده زياده شويه خل، وهحط في الاتنين زيت. همسك بقى كل الكلام اللي انا حطيته دوت وهدعكه كويس في بعضه جدا جدا لحد ما اطلع كده ايه ريحه التوابل وريحه البصل والحاجات اللي احنا حطيناها والخضار ده. دي في واحده اهي. هحط خل، شويه خل بس صغيرين، احط في الاتنين عادي. بعد ما ضربت كل الكلام ده كده في بعضه كويس كده، دعكم في بعض كويس، هجيب بقى الخلاط وهحط فيه طماطم، وهحط معاها برضو شويه توابل، وممكن تحطيها بره عادي مفيش اي مشكله. جبت هنا حله حطيت فيها البطاطس ودعكتها في البصل والخضار اللي احنا حطيناه، ونزلت فوقها بالطماطم اللي انا لسه ضرباها في الخلاط. هننزل برضو شويه توابل تاني، نفس التوابل، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه برضو. وهنزل كده فيها البطاطس، انا بحب اعملها ني في ني، شويه بقى طماطم وشويه فلفل، وحطيت عليها كمان شويه سمنه كده حلوين. يا سلام بقى لو سمنه بلدي. وهتدخل دلوقتي على البوتاجاز من فوق تغلي، هنزلها في الفرن. هجيب بقى الفراخ اللي نقعها كويس في ملح وخل ودقيق وليمون، وبرضه هحطها في نفس الخلطه اللي احنا عملناها التانية، نفس التوابل برضه زي اللي انا ذكرتها. هنيجي بقى نعمل شوية رز كده بالشعرية حلوين جدا، طبعا معروف يعني، هو بس الرز الشعرية بس هتحمر شوية كده. هروح منزله فيها الرز واحط عليهم الملح بتاعهم والميه المظبوطه بتاعهم لحد اول المعلقه زي ما احنا متعودين. وخلاص على كده بطفي عليهم، بحط عليهم بس على نار عاليه لحد ما يبداوا ان هم يشربوا ميتهم، وبعد كده خلاص بيطلع معانا احلى غدا. طبعا حطيت كله بقى في الفرن وحمرت كله زي ما انتوا شايفين كده، وشه بقى زي العسل اهو. وهحط بقى الغدا، عايزه اقول لكم احلى غدا بجد بعشقه. يعني لو عملت كل يوم صينيه البطاطس ديت حتى من غير لحوم خالص، يعني بتبقى جميله جدا بالنسبه لي. وديت الفراخ نقلتها في صينيه بقى بالبهاريز بتاعتها، وبرده حطيتها تحت الشوايه. بصوا تحفه بجد. جربوا الطريقه بتاعه البطاطس وجربوا كمان الطريقه بتاعه الفراخ، هتعجبكم جدا جدا زي المشويه بالظبط. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. سلام عليكم.